كل ما بتدور على اكتر حاجة انت مبدع فيها بتلاقي نفسك بتبعد عنها. كل ما بتبدأ حاجة جديدة بحماس وتقول هي دي، تلاقي نفسك بتضيع جواها. تدخل تتعلم مجال تحس انك مستمتع جدا، بس بعد شوية يحصل حاجة، درس واحد يوقفك، تعليق سلبي يهزك، حاجة بسيطة تخليك تشك في نفسك وتقول يمكن مش مكاني، يمكن مش موهبتي، وتقرر تغير الطريق، تروح لحاجة تانية وتبدأ من الأول وجديد، وتعيد نفس الرحلة من الانبهار للتوهان للانسحاب. تبدأ تدور على شغفك وموهبتك ومصدر دخلك في المكان الغلط. بتلاقي نفسك كل شوية بحال، شوية تقول هتعلم جرافيك ديزاين، تبدأ تدور على كورسات وتوصل عند درس صعب تتكعبل، تحس ان التصنيعات مش قد كده وفجأة تمل وتقرر تغير مجالك. تقول مثلا انا هجرب التسويق الالكتروني، تجيب بضاعة بقى تعرضها على النت او تبدأ تسوق لمنتجات غيرك، بس مفيش بيع، تحس بإحباط، تسيب كل حاجة وتقول هياخد بريك لحد ما الاقي بقى حاجة تنفعني، وتفضل تلف في نفس الدايرة. كل ده بيحصل ليه؟ علشان انت مش بتدور في المكان الصح. انت بتشوف اللي نجحوا وتتمنى تنجح انت كمان، بتدور على أبسط حقوقك انك تبقى شخص ناجح، بتدور على نفسك في الوظائف مش في الإبداع اللي يليق على موهبتك. بتسأل ازاي انجح، بس نسيت تسأل انا مين اصلا وايه اللي اقدر انجح فيه. لان كل واحد فينا عنده تايم لاين، خط زمني خفي ماشي جواه من زمان، خط متسجل عليه كل حاجة، تصرفات، أسئلة، لحظات اندهاش، خبطات. بس احنا اتعلمنا نعدي بسرعة، نفكر في اللحظات اللي بالنسبة لنا ما كانتش مهمة، لكن في الحقيقة هي كانت أهم إشارات لموهبتك، بس انت كنت مشغول بحاجات تانية. دلوقتي جه الوقت اللي نرجع نبص فيه على الخط ده ونفك شفرته. أوقات كتير بتحس انك تايه، وده علشان انت دفنت موهبتك زمان من غير ما تاخد بالك. الموهبة مش بتفرقع في وشنا فجأة، هي بتبدأ تهمس، تطلع في تصرف بسيط، سؤال بتكرره وانت صغير، في حاجة كنت بتحب تعملها كده من غير سبب واضح، بس لما محدش شافك ولما اللي حواليك ما فهموش انت بتعمل ايه بدأت تشك في نفسك. يعني مثلا كنت بتحب تشرح قالولك بتتفزلك، كنت بتفك اللعب وتركبها قالولك بتبوظ كل حاجة، كنت بتكتب خواطر كانوا بيضحكوا او يقولولك ذاكر لك كلمتين احسن، كنت بترتب حاجاتك بتفاصيل دقيقة جدا قالوا متوحد او موسوس، لكن الحقيقة ان دي كانت اول خطوات موهبتك وهي بتحاول تتكلم. الناس كلها سألتنا واحنا صغيرين هتطلع ايه لما تكبر، محدش سأل بتحب تعمل ايه، فبدأنا نتلخبط بين الموهبة والدخل، الموهبة والشغل، بين البهجة والإنجاز، وبقينا بنجري ورا اللي بيكسبه مش ورا اللي بنكون نفسنا واحنا بنعمله. مع انك لو ركزت في اكتر حاجة انت بتحس انك بتبقى نفسك فيها وانت بتعملها، هيكون ده الكنز الحقيقي اللي هيدخلك اكبر دخل ممكن. بس خليني اقولك الحقيقة، الموهبة مش دايما حاجة بتجيب فلوس فورا، بس هي الحاجة اللي انت ممكن تقدر تبدع فيها لأبعد حدود، تبقى مميز فيها لغيرك وبتوصل لنقطة معينة بعد وقت معين بتجيب لك الدخل اللي انت بتحلم بيه. دلوقتي هنعمل تمرين صغير، هنجيب ورقة وقلم وهتكتب الأعمار دي: 7 سنين، 12، 17، 21. تحت كل عمر جاوب بصدق على الأسئلة اللي أنا هقولها لك دي. كنت بتقضي وقتك في ايه من غير ما حد يطلب منك؟ ايه اكتر حاجة كنت بتحب تعملها وانت صغير من غير ما حد يطلب منك انك تعملها؟ السؤال التاني: ايه الحاجات اللي كنت بتعملها وتنسى الوقت، اول ما بتعملها فجأة الوقت يعدي ونقول ايه ده، الوقت عدى ازاي؟ تالت سؤال: الناس كانت بتقولك ايه عن نفسك وقتها؟ رابع سؤال: هل في حاجة معينة كنت بترجع لها كل شوية حتى لو نسيتها؟ خامس سؤال: هل في سلوك او عادة كنت بتعملها لوحدك ومحدش فاهمها؟ جاوب على الأسئلة دي في كل خانة لكل عمر من اللي أنا قلتهم لك، ولما تخلص
اقعد كده شوية وركز على الحاجات اللي انت كتبتها، هتلاقي خيط بيربط بينهم، نمط، كلمة كده أو تصرف بيتكرر في كل المراحل العمرية. اللي بتحس إنه ده كنت أنت زمان، ده غالبا أنت الحقيقي، لأن في حاجات بترجع لك حتى لو أنت نسيتها. فكرة بتطاردك، هواية بتظهر لما بتتضايق، مجال بتحبه بس مش قادر تقرب منه. ده مش عبث، دي إشارات من جواك بتقولك لسه فيا حاجة، اسمعني. في قانون اسمه التكرار العميق، بيقول إن اللي بيظهر أكتر من مرة في مراحل مختلفة في حياتك غالبا هو جوهرك، حتى لو ما كنتش قادر تكمل فيه. فلو في حاجة بترجع لك كل فترة، اسمعها. ممكن بس تكون مش قادر ترجع لها بسبب كلمة اتقالت لك زمان. في مؤشرات كده ما بتتقالش في كتب التنمية البشرية. لما تشرح لحد حاجة بتحس انك حي، لما تتكلم في موضوع معين صوتك بيتغير، لما بتحكي قصة الناس بتسكت وبتسمعك بتركز معاك، لما تشتغل على حاجة بتحبها بتحس انك ماشي بسرعة مختلفة. كل دي علامات، مش لانك كويس فيها بس، لان دي ادواتك. الموهبة دايما بتيجي معاها وسيلة تعبير. في ناس وسيلتهم الكتابة، في ناس وسيلتهم الكلام، في ناس وسيلتهم التنظيم او اللعب او الانصات. لو انت اصلا اوريدي عندك وظيفة، انت ممكن تستغل موهبتك دي في انك تبقى في حتة تانية خالص في وظيفتك، عشان الموهبة مش شكل، الموهبة احساس. مش لازم تكون رسام او مغني او ممثل، الموهبة مش قالب. وفي اخر الكلام، في 3 حاجات لو بدأت تفكر بيهم ممكن فعلا تغير طريقة تفكيرك وتحرر موهبتك من القيود اللي اتزرعت جواها من سنين. اول حاجة، اي حكم بتصدره على حد هو انعكاس لحاجة جواك. قبل ما تقول مش موهوب، شايف نفسه، اسأل نفسك ليه رأيك عن الشخص ده عنيف كده. اوقات كتير بيكون ده لانك شايف في حاجة نفسك تكونها او خايف تبقى زيها. تاني حاجة، اصدار الاحكام الايجابية بيخلق مقارنة سامة. لما تقول فلان ده عبقري او انا ولا حاجة، انت بتحط نفسك تحت رجليه وبتنسى ان كل موهبة بدأت بخطوة صغيرة. مفيش موهبة سحرية، في فضول، تكرار وتجربة. تالت حاجة، الحكم بيقفل الباب اللي كان ممكن تتعلم منه. بدل ما تحكم على الناس، راقبهم، اسأل، شوف التفاصيل، اتعلم. يمكن الطريقة اللي مش عاجباك هي المفتاح اللي مجاش في بالك.